ايوه يا حال يا عيال يلا روح عن النبي مش مشكلة، أهم شيء إنك أنت صاحب كلمة وصاحب وعد، هذا هو اللي بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حلوه يا جماعه نحن نقوم اليوم بزياره التفقديه الى مستشفى الفلان، مستشفى الثوره التي انتزجت في هذا المكان وبجانب منصه الشهداء، منصه 14 اكتوبر
إننا اليوم أتينا هنا لكي نرفع معنوية الجرحى وكل الجنود المجهولين من دكاترة ورجال أعلام ومناضلين في هذه المنطقة من كل صوت من محافظة نحت والضالع. نقول إننا اليوم سنكون عند مستوى المسؤولية من أجل نرفع هذه المعنوية في هذا الظرف الذي نحن فيه، لكي يعرف المحتل إن اليوم شعب الجنوب من الطفل إلى الشباب إلى المرأة إلى كل الرجال هم في خندق واحد من أجل طرد هذا المحتل البغيض الذي لن يعاني من شعب الجنوب ولا يعاني من المستعمر البريطاني الذي استعمر الجنوب 129 عام معاناه من هذا المحتل الذي دخل باسم الوحدة واحتل الجنوب في 7/7/94. ولكن نقول لشعب الجنوب إن المحتل في آخر أنفاسه فعلى كل رجل أن اليوم أن يكون في الخندق لكي يصنع له تاريخ وليعيد دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعاصمتها عدن. ونقول بالأخير هنيا لكل أسرة سقط منها شهيد، هنيا لكل أسرة سقط منها جريح، وإننا نتمنى الشهادة لنلحق بأخواننا في ميادين النضال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.